السلام عليكم ابطال ثانويه عامه، عاملين يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد من تاني، معاكم اخوكم زياد الحصري. خلاص النتيجه على الابواب. للاسف في بعض الاشاعات بتقول النتيجه ممكن تكون كمان ساعه ساعتين، النهارده او بكره. بس عايز اطمنكم ان شاء الله ان النتيجه غالبا يوم الثلاث، يعني هي مش النهارده خالص، الاثنين بالليل او يوم الثلاث. بس انا بصراحه بتوقع ان هي تكون يوم الثلاث، لان ان شاء الله يتم اعلان الاوائل يوم الاثنين اللي هو بكره. باذن الله يوم الثلاث النتيجه هتكون ظاهره، فريح نفسك كده عشان ما تتوترش زياده واطمن. يعني ان شاء الله مفيش نتيجه النهارده. كل مطلوب منك بس انك تدعي ربنا وتقول يا رب وسيبها على الله، وان شاء الله ربنا يجبر بخاطرك. فيديو النهارده بسيط كده وخفيف، هنحاول نقلل شويه توتر عن بعض ونخفف عن نفسنا وناخد شويه طاقه ايجابيه كده قبل نتيجه الثانويه العامه. كنت نازل بوست من زمان، يعني بقول فيه احكوا لنا عن كرم ربنا يوم النتيجه، وهنقرأ مع بعض كده وندعي نقول يا رب وسيبها على الله، وإن شاء الله ربنا يفرحكم كلكم. يلا بينا نشوف انتوا قلتوا ايه. ريهام وحيد بتقول كرم ربنا مش بس في الثانوية ولا في النتيجة، كرم ربنا هتلاقيه معاك طول حياتك كلها ومش بيقف نهائي. ممكن أكون كنت بحس بالكرم ده كتير جدا وأنا قاعدة في اللجنة وبمتحن. كان لما يقف قدامي سؤال أو حاجة صعبة بفضل أدعي ربنا، والحمد لله ربنا نجاني منها على خير. والله بجد خليكم مع ربنا يا جماعة، وادعوا في أي وقت وفي أي مكان. أهم حاجة تكون الثقة كبيرة في ربنا سبحانه وتعالى، هو فعلا هيكرمكم. حنين حازم بتقول ناس قرايبي صحوني الساعة 2 بالليل، قالوا إنها ظهرت في الكنترول، واديتهم رقم الجلوس وفضلت معرفش حاجة لغاية الساعة 2 الظهر التاني يوم. بعيط وكنت عمالة بتخيل المجاميع مش حلوة. وكمان أنا كنت قعدت من الدروس في شهر 4، كنت لوحدي من غير مدرسين، فكنت خايفة إن أكون داخل الامتحان ناقصني حاجة. بس الحمد لله النتيجة ظهرت وجبت 97.4 ودخلت طب بيطري. المسج الجاية من اسم غريب بيقول كنت حاسب بنفسي أجيب 406 بس جاب 407، 99.3. عشان تضمن توفيق ربنا في اللجنة لازم تتعب، والله اشتري فرحة بكرة بتعب النهاردة. يوم النتيجة كان من أسعد الأيام الحقيقة ويستحق تعب السنة كلها. حل كتير، ونصيحتي الوحيدة أكثر من الدعاء وتحرى أوقات استجابة الدعاء. داليا يوسف بتقول وأنا بجيبها كنت بدعي أجيب فوق 85% عشان ما تضيعش مني الكلية اللي عايزاها وعشان أهلي ما يزعلوش. لقيت أختي بتصوت فجأة وبتقول داليا جابت 92. بما إني أدبي فده مجموع عظيم جدا بالنسبة لنا، وضمنت الكلية والمحافظة اللي عايزاها. حقيقة لما سمعت أختي أنا كنت فاكرة إني هكون جامدة وأخد الموضوع ببرود زي ما باخد أي حاجة، لكن ما حسيتش بنفسي غير وأنا حاطة إيدي على وشي وبعيط، ومش حاسة بأي حد بيحضني ولا شايفة أي حد. وده كان أول إنجاز أعمله في حياتي، وكان أول مرة أحدد هدف في نفسي وأحققه، لأني بحب العشوائية شوية ومحطش أهداف، وده كرم كبير من ربنا. مريم موسى بتقول كنت تعبانة قوي قبل امتحان الفيزياء، وتعبت في الامتحان لدرجة إن أنا ما كنتش عارفة أنا بحل إيه ولا إزاي. خرجت من الامتحان منهارة وفضلت أعيط لحد المادة اللي بعدها. دي كانت أكتر مادة بحبها وتعبت في مذاكرتها طول السنة. ورجعت الإجابات وحسبت حوالي 8 أو 10 درجات هنقصهم، بس أنا كان دايما عندي ثقة في ربنا إنه هيكرمني وهيجبر بخاطري. كنت قبل النتيجة على طول بقول لماما هتجيب 401 وهنقص 3 درجات في الفيزياء، وفعلا جبت 401 ونقصت 3 في الفيزياء. كرم ربنا حلو قوي، خلوا دايما عندكم ثقة إنه هيكرمكم ومش هيضيع تعبكم. محمد عاطف بيقول والده توفى قبل امتحانه ب3 شهور، وحرفيا كانت فترة صعبة جدا، تعب جسدي ونفسي وحاجات كتير عمرها ما تغيب على باله. المهم ان اوقات لازم فعلا تصمد عشان تبقى قدام كل اللي وثقوا فيك قد المسؤولية. تعبت وعملت كل حاجة ممكنة وفرحت والدي اللي في مكانه دلوقتي. بكتب الكومنت ده وانا مزنوق في اول امتحان سمستر في طب بشري. ربنا يوفقكم، صدقوني على قد ما تتعبوا ربنا هيكبر قلوبكم. نورهان بتقول طول السنة كنت بدعي ربنا ان اجيب 405، وده كان حلمي حرفيا، ولما النتيجة ظهرت جبت 405 ونص. وقتها ما كنتش مصدقة وعيطت جامد من كتر الفرحة وكرم ربنا ليا، وانه جبر خاطري انا واهلي بالمجموع اللي تمنيته اعلى كمان. دخلت طب في محافظتي كمان، شوف الحظ التنسيق كان من المجموع اللي جبته بالظبط 404 ونص. عبد الرحمن وائل بيقول جبت 64.5% علم رياضة، وكان نفسي في هندسة واتصدمت، بس دلوقتي خلاص في رابعة حقوق القاهرة واتخرجت، واحمد ربنا ما جريش هندسة، وعرفت ان ما كانش ينفع ادخل غير حقوق، وشايف ان كرم ربنا ليا اني ما جبتش مجموع كبير. ماير بتقول كنت بحب البوستات دي جدا زي دلوقتي السنه اللي فاتت، وكنت بقرا الكومنتات وافضل اعيط وادعي ان احس اللحظه دي. والحمد لله الحمد لله جدا على كرم ربنا.
كل الحكاية إن عملت اللي عليا كتير، كنت بمل وبزهق وبكتئب، بس كنت بقف تاني واخد خطوة جديدة إن أذاكر وأكمل المسيرة. على الأقل لو ما جبتش مجموع ما كنتش هزعل، لأني كنت على يقين تام إني عملت اللي عليا، ولو ربنا ما كرمنيش فده نصيب محدش هيغيره، ده اللي ربنا شايفه أفضل ليا. بس الحمد لله ربنا كرمني وجبت 99%، ودخلت الكلية اللي كنت هموت عليها وهو بنحارب فيها وربنا يقدرنا. حقيقي لو حكيت عن كرم ربنا مش هيكفيني سطور، هتكفي الحمد لله على كل حاجة، على الفرحة اللي كانت يوم النتيجة رغم القلق اللي مريت بيه والاكتئاب وكلام الناس، بس كل ده راح لما ربنا جبر بخاطري وكرمني الحمد لله. اعملوا اللي عليكم يا جماعة وتوكلوا على الله، واللي ربنا شايفه خير هو اللي هيكون، بس ريح ضميرك واعمل كل اللي عليك. هنا رفعت بتقول كنت متوقعة هجيب مجموع مش قوي، لان كنت بدخل وبخرج من الامتحان حاسة اني محلتش حاجة، وليلة العربي حرفيا عيطت عياط غبي، وفضلت لحد تالت يوم بعده بعيط من العك ده. والتاريخ حرفيا كنت متوقعة اطلع بتاريخ، ولكن الحمد لله ربنا مش بيضيع تعب حد، ويوم النتيجة لقيتني جايب 84% ونجاح تاريخ وعربي بدرجات كويسة، وقفلت فلسفة. وحقيقي ممتنة جدا لكرم ربنا لآخر يوم في عمري، لأنه مش بيضيع تعب حد أبدا. أسماء بتقول كنت حاسبة لنفسي إني مش هنقص عن 98%، وكنت مديها كذا درجة في الهوا بحيث لو اتظلمت في مادة أو حاجة قلت إن شاء الله هوصل 99 أو أقل منها بحاجة بسيطة، والحمد لله جبت 98.5، وكنت في قمة سعادتي من كرم ربنا، وإن تعبي ما راحش هدر، وإن فعلا تعبت ولقيت وفضلت ساجدة بعيط من الفرحة. ذكرى اليوم لغاية النهاردة مش بتفارق بالي، لمعة عيون كل حد كان فخور بيا وبالأخص بابا، لأن حققت له اللي كان بيتمناه. محمود البداوي بيقول أحسن وأجمل يوم في حياتي، كنت بدعي طول السنة أجيب 98.5 والحمد لله جبت 98.66%، وحققت حلمي ودخلت طب. اعمل اللي عليك وأكيد ربنا مش هيضيع تعبك، والثانوية مش نهاية الدنيا، وحسابات ربنا غير أي حاجة. فاطمة بتقول كنت خارجة من امتحان الجيولوجيا آخر يوم، وكنت حاسبة درجاتي قبله، وخرجت منه فضلت أعيط وأقول حلم راح، ورجعت مع مدرسي وعرفت هغلط في إيه والله، ورحت فضلت أصلي وأدعي، ويوم النتيجة ربنا كرمني وقفلت الجيولوجيا والله، ومش عارفة ازاي لحد دلوقتي، بس هو كرم ربنا والحمد لله، محدش يحسبها أبدا، سيبوها على الله، والله هو هيكرمكم أكتر بكتير من اللي بتتمنوه. بس كده فيديو النهارده خلص، واخدنا منه كميه بوزيتيف انرجي ان شاء الله يكفونا لحد وقت النتيجه. كل اللي عليك تعمله انك تقول يا رب وتسيبها على الله وتفوض امرك لربنا، ايا كان خير ما توترش نفسك. يعني شفنا كلنا كرم ربنا في النتيجه ازاي. ادعي، دعاء بغير القدر، لسه تقريبا يوم او يعني لسه كام ساعه بس ان شاء الله، مش النهارده. فخد وقتك او الهي نفسك في قراءه كتاب، في لعبه، فاعمل اي حاجه انت بتحبها. فكره بس ان انا مش عايزك تسيب نفسك لدماغك والتفكير وهجيب مجموع كذا والنتيجه مش نتيجه، سيبها على الله وان شاء الله ربنا يفرحكم. بس كده فيديو النهارده خلص. لو انت يعني استفدت ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناه، عشان الفتره اللي جايه ان شاء الله هنبدا ان احنا ننزل فيديوهات عن الجامعه والكليات وتختار الكليه على اساس ايه، فمش عايز احرق حاجه، فاشترك في القناه وان شاء الله انت تستفاد. كان معاكم اخوكم زياد الحصري وشكرا.